السلام عليكم. ازيكم يا جماعه؟ عاملين ايه؟ طبعا انا لسه منزل فيديو للفرنساوي من شويه، وكنت بسال عن الامتحان العربي وكده والناس قالت لي طبعا، يعني لقيت في الكومنتات الناس بتقول ان الامتحان كويس. اغلب الكومنتات اجمعت ان الامتحان كان حلو وحله حلو وناس مبسوطه، وفي فئه تانية من الناس هي اللي بتقول ان الامتحان كان رخم، والناس تانية اللي بتقول ان هي غلطت في اسئله كتير، والناس بتقول ان هي خلاص حلمها ضاع، واللي بيقول ان نقصت معرفش كام في المية، معرفش حسب كام، حسب ازاي هو ناقص كام في المية رغم النتيجه ما طلعتش. بس لقيت ناس كتير بتتكلم عن الموضوع ده، فالفيديو ده معمول خصيصا للناس اللي انا حاسس ان هم يئسوا خلاص، وان هم نقصوا كتير في العربي، وان خلاص الحلم بتاعهم راح والكلام ده كله. فالفيديو طبعا لكل الطلبه، ولكن هو خصيصا للفئه دي من الناس. مش هقول لك في الفيديو ده روح حضر مشروبك الجميل والكلام ده كله، لان انت عندك امتحان بكره، فاسمع الفيديو بسرعه وارجع ذاكر. ما كانش ينفع ان انا اشوف ناس كتير حاسه ان هي خلاص احبطوا، وان هم يئسوا، وان هم كل الكلام ده طبعا بعد امتحان العربي يعني، وما اطلعش احكي معاك تجربتي في امتحان العربي. التجربه اللي هي ايه، بص هتلغي لك كل حوار الاحباط اللي انت حاسس بيه، وان حلمك ضاع، وان انت بص انا هحكي لك انا عملت ايه وانت هتفهم وحدك. بس في البدايه كده، على فكره عنوان الفيديو اللي انت شفته بره ده واللي انت داخل علشانه، وان انا اقول لك بقى المفروض تنقص كام علشان حلمك ما يضيعش، واقل حاجه تنقصها في العربي كده، مفيش يا جماعه الكلام ده، مفيش حاجه اسمها كده، ما تحسبش الموضوع بالطريقه دي. زي ما قلت لك قبل كده ان النتيجه دي حاجه بتاعت ربنا، انت مالكش دعوه خلاص. حساباتك صدقني هتلاقي في الاخر خالص النتيجه مختلفه تماما 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 عن حساباتك. ولكن بصراحه عنوان الفيديو ده فقط علشان تخش تسمع التجربه بتاعتي مع امتحان الثانويه العامه، امتحان العربي، وصدقني هي حاجه افيد بكتير جدا من اللي انت شفته في العنوان ده. انا لو ما تعرفنيش يعني، فانا كنت مأجل ثانويه عامه، خدت ثانويه عامه على سنتين. تقول لي دخلت كليه ايه؟ دخلت كليه طب بيطري الحمد لله. المهم ان انا كنت مأجل ثانويه عامه، كنت مأجل ايه؟ مادتين. انا جايب في السنه الاولى 91 ونص، تمام؟ ده لو قفلت المادتين اللي معايا، فلو نقصت عنهم هنزل على 91 ونص. يعني عايز اقول لك من الاخر ان انا شخص مأجل، فاهم؟ المادتين دول انا لو ما حلتش فيهم حلو، لو ما جبتش فيهم درجه حلوه، لو نقصت فيهم كتير، فانا اكون اجلت سنه وما عملتش اي حاجه. طبعا هي حاجه من عند ربنا برضو، بس كان الموضوع ياثر في نفسيتي جدا، وكنت ابقى متضايق يعني لو كنت اجلت سنتين وما وصلتش لحاجه برضو. فدخلت امتحان العربي، حليت الحمد لله. الامتحان كان كويس بالنسبه لي، انا كنت مذاكر عربي كويس جدا جدا جدا، بقول لك ما فيش غير عربي وانجليزي في السنه كلها، فكنت مذاكر كويس خالص يعني. المهم ان الامتحان كان حلو، طلعت من الامتحان تمام. كان نفس الدوشه اللي حاصله السنه دي برضو، الامتحان سهل، الامتحان متوسط، الامتحان حلو. مع ظهور النتيجه والناس تفاجئت بعد كده ان الامتحان كان شكله سهل من بره، ولكن الاسئله كانت اسئله ثعبانيه، والسؤال اللي انت فاكر ان انت متاكد 100% انك حله صح، غلط. المهم ان امتحان العربي ده كان النحو اسهل جزء موجود في الامتحان بتاع السنه اللي فاتت. النحو كان سهل جدا جدا جدا. المهم بقى ان النحو ده انا حليته تمام زي الفل وكل حاجه وقشطه ماشي. خلصت امتحاني وطلعت، ما طلعت بره اللجنه. كان طبعا في اسئله اللي بتنزل على التليجرام، التسريبات والكلام ده كله. فلما طلعت كده بالغلط بالصدفه بتاع عيني جت على ايه، على سؤال كده ولا سؤالين من الاسئله اللي كانوا منزلينها على التليجرام. فلمحت كده كام سؤال في النحو، فلقيتهم مش محلولين نفس حلي، حالين حل تاني. فلما ركزت في السؤال تاني قلت يا نهار ابيض، ازاي سؤال زي ده اغلط فيه؟ كان النحو سهل جدا يا جماعه، كانت اسئله لما درجات والله العظيم. غلطت تقريبا في 3 اسئله في النحو. فقلت اللي هو واسئله سهله جدا، اسئله انا عارفها كويس جدا، ولكن انا راجعت على النحو في الامتحان مرتين، راجعت على النحو مرتين، الجزء الوحيد اللي انا راجعته في الامتحان. ومع ذلك ما خدتش بالي من ال3 غلطات بتوع النحو دول، رغم ان انا عارف اجابتهم والله 100% ومذاكرهم كويس جدا جدا جدا. ولكن زي ما قلت لك قبل كده، دي حاجه من عند ربنا ما الهمكش ان انت تاخد بالك من الغلطه اللي انت عاملها دي. ليه حكمه في كده، لانه عايز مجموعك يبقى كده، لانه عايزك تخش الكليه دي. المهم ان انا بعد كده قررت ان انا ما راجعش خالص، بس انا كنت متوتر جدا من جوايا، اللي هو يخرب بيتك الاسئله اللي لما درجات غلطان فيها، امال الاسئله الصعبه اللي في الامتحان اللي الناس شغاله تتناقش فيها على الفيسبوك وعلى كل وسائل التواصل دي هتكون عملت فيها ايه؟ دي اسئله لم الدرجات يا ابني. حليتها غلط. فقلت ايه، قلت يا نهار، الامتحان العربي ده مش على الاقل هطلع منه ناقص 20 درجه. انا كنت في دماغي كده، قلت يعني خلاص يا راحت، انا امتحان العربي ده اقل حاجه خالص هنقص فيه بتاع 20 درجه بالميت. المهم يا باشا، جت النتيجه. طبعا النتيجه شغالين نحاول نجيبها بقى وبتاع من اول الصبح لحد العصر تقريبا، النتيجه مش راضيه تطلع. انا كنت قاعد متوتر، انا خايف والله، خايف جدا من حوار امتحان العربي ده. طلعت النتيجه ولقيت امي هي اللي جابت لي النتيجه. انا جبت كام؟ انت جبت 88.3 قلت لها طب العربي عملت فيه ايه؟ قالت لي العربي نقصت فيه 12 درجه. لو كنت واقف كده 12 درجه بس، ناقص في العربي 12 درجه بس.
12 درجه على فكره دي يا جماعه حاجه كويسه جدا. انت لو نقصت بقى، لو غلطت بقى 5 غلطات، لو غلطت 6 غلطات 7 غلطات، فدي حاجه كويسه جدا. فانا كنت ناقص 12 درجه بس في العربي. عارف معنى ان انا نقصت 12 درجه بس في العربي ده ايه؟ ده معناه ان انا ما غلطتش غير في الاسئله السهله اللي انا غلطتها دي. يعني الاسئله الصعبه الباقيه انا حليتها كلها صح، وغلطت في حاجات طفيفه منها بس. كانت مفاجاه والله بالنسبه لي، يعني كانت مفاجاه. اللي هو اصل درجات النحو دي يا جماعه تقريبا سؤال النحو كل سؤال بدرجتين تقريبا، او كل سؤال بدرجه ونص تقريبا، فثلاث غلطات يعني ب6 درجات. اللي هو انا ما غلطتش غير في الاسئله السهله دي. يعني الاسئله الصعبه اللي اغلب الناس غلطت فيها انا حليتها صح، مفيش غير دول بس اللي انا غلطت فيهم، الثلاث غلطات دول وكام غلطه تانية بس كده في الامتحان. الحاجات اللي انا كنت متردد فيها، طيب الحاجات اللي انا ما كنتش متاكد من حلها في الامتحان دي طلعت صح. يعني ده معناه ان الثلاث اسئله في النحو السهلين خالص دول لو انا كنت حليتهم صح، ده كان هيغير من مجموعي. كان هيغير من مجموعك، كان هيرفعك اكتر، كان هيدخلك كليه غير اللي انت دخلتها دلوقتي. هنا بقى تفهم ان دي حكمه ربنا، وان انا قلت لك قبل كده ان المجموع بتاع ثانويه عامه هي حاجه مش في ايدك خالص ولا بمذاكرتك خالص. والله يا جماعه الاسئله اللي انا غلطت فيها اسئله انا حللها مليون مره، وعمري ما توقعت ان انا اغلط في سؤال زي ده في الامتحان. ولكن ورغم ان انا رجعت النحو، والله بقول لك رجعت النحو تقريبا مرتين يعني او بتاع، ولا مره خدت بالي من الاسئله اللي انا حللها غلط ديت رغم انها سهله جدا. ربنا ما الهمنيش ان انا اخد بالي منها، لان ربنا عايزني انقص الدرجات دي، لان ربنا عايزني اكون في كليه الطب البيطري. فالحمد لله انا مبسوط جدا بصراحه، وانا مبسوط وانا بحكي والله حاجه زي دي. وكمان الانجليزي والله حصل حوار زي ده. الانجليزي انا ما راجعتش غير سؤالين في الانجليزي في الاختر، وطلعت عامل السؤالين غلط، وساعتها قررت ان انا ما راجعش تاني. ولما طلعت نتيجه الانجليزي لقيت نفسي مش ناقص غير درجتين. والله يا جماعه بجد لما بحكي قصه زي دي انا مش مستوعب ازاي ده حصل يا جماعه. ازاي يعني امتحان الانجليزي اقسم بالله ما راجعتش غير سؤالين، والسؤالين غلط، وفي النتيجه طلعت ناقص درجتين بس في الانجليزي. الغرض من الفيديو ده اقول لك يا جماعه دي حاجه من عند ربنا، دي حاجه بتاعت ربنا، مش بمذاكرتك خالص تحديدا السنه دي. فكمل مذاكرتك، اعمل اللي عليك لحد اخر لحظه، حتى لو حاسس ان انت نقصت في حاجات كتير، نقصت كتير، درجات كتير قوي راحت منك، اعمل اللي عليك لحد اخر لحظه. حسابات ربنا غير حساباتك تماما، ويمكن الحاجات القليله اللي انت راجعتها دي تبقى ما غلطتش غير فيها. بس ده نهايه الفيديو، ده كل اللي انا عايز اقوله لك. كمل لحد اخر لحظه. سلام.